بُص يا صاحبي، مش لازم صحاب زمان هم يكونوا نفس الصحاب اللي معاك طول حياتك، وده مش معناه إن هم وحشين، بس معناه إنك كبرت، لازم تكوّن دايرة جديدة تكون شبهك دلوقتي، وطبيعي إنك تكبر وتتغيّر، واهتماماتك كمان تتغيّر معاك، فهتحتاج ناس حواليك تكون بتفكّر زيك بالضبط. اعرف ناس عندهم نفس الشغف والطموح، بحيث إنك تتعلم منهم أو تشجعوا بعض إنكم تنجحوا. أنا مثلًا باتعلم من ناس كتير أوي على السوشيال ميديا، بس الفرق إن هم ناس شاطرين وناجحين فكلمتهم وبقينا حاليًا أصحاب. أنا مثلًا مهتم بالتصوير والمونتاج وإن أنا أعمل الفيديوز اللي أنت بتشوفها دي، فأنا عامل account مخصوص باتابع عليه الناس اللي نفس الmajor بتاعتي أو نفس التخصص بتاعي اللي أنا عايز أوصل له، بحيث إن أنا أحط نفسي في وسطهم عشان أتعلم منهم. ومش عيب إنك تحاول تقرّب من حد ناجح، بس خلّيها بدافع إنك حابب تتعلم منه أو عاوز تبقى شبهه، مش تطلع منه بمصلحة وتنساه بعدها، وده مش أنانية لأ أو مصلحة. هو أنت موجود في الدايرة دي بحيث إنك تتعلم وتفيدوا بعض أو تتعلموا من بعض، حتى لو هو وصل لمرحلة كبيرة جدًا، أنت ممكن بكلمة واحدة تخلّيه إن هو يكمّل أو يستمر، حتى لو مش هتقدر تدّي له أي حاجة أو تضيف له أي قيمة، لأ، أنت تقدر لو عملت له comment أو like. أنا مش باقول كده عشان تعمل لي subscribe وتعمل like وshare والحاجات الكتير أوي دي، حاسسني شحات أوي بصراحة مش عارف ليه. وخلّيك واثق إن اللي بيدّي خير بتترد له، ونصيحة أخوية بيني وبينك وبرّه عني الموضوع ده، ما تستخسرش الكلمة الحلوة في حد. ممكن تخلّي حد يكمّل حاجة هو موقّفها من زمان عشان مجرّد كلمة. ووصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل subscribe وما تنساش تدعي لي أعدّي الفترة دي على خير، بالله عليك. يالّا، سلام.